لكم بقى من مراحل التأسيس اللي كل مرة بوريها لكم. بصراحة المفاجأة المرة دي تحفة فنية، وعشان توصل للليفل ده من التشطيب مستحيل تعمله بدون مهندسين وفنيين فاهمين شغلهم كويس، لان الموضوع عامل زي خلطة مكونة من اكتر من 100 بند، وكل بند بيتعمل بترتيب معين وليه اخطائه اللي ممكن تخسرك كتير جدا لو انت مش فاهم انت بتعمل ايه. يلا بينا على الانترو ونشوف المفاجأة الجميلة دي. اهلا بيكم، معاكم الباشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفنت ديزاين. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي احنا عملناها زي المعرض الاقتصادي وزي شقه المنصوره الجميله وزي الشقه الكلاسيكيه اللي كان فيها حاجات كتير جدا بس عاجبه الناس. يلا بينا النهارده بقى ندخل على شقه النهارده اللي تقريبا اكتر من 70% منها لونها اسود. طبعا هبقى معاكم هشرح لكم كام حاجه كده على السريع بس وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، بس ركزوا في الشقه وسيبكم منه خالص، اسمعوا بس الحاجات الاساسيه اللي انا ممكن اقولها. عندنا هنا الباب مصفح ايطالي، والبورسلين في منه عندنا اسباني وايطالي وهندي، والسيراميك هندي في بعض. السجاد مستورد من مودرن للسجاد، الستائر من جاد براند، والعفش طبعا من فرنتشر ستور. عندنا هنا التكييفات كلها من كارير برضو، وتشطيبات الكهرباء من شنيدر او الجراند. عندنا في كشافات طوارئ وفي شواحن USB وفي سمارت الكاميرات وفي سيستم سماعات كامل بالامبليفر، في اجهزه استشعار ومانع ضد السرقه برضو وضد الحوارق، تسريبات الغاز والماء. سمارت هوم كامل عملناه في الشقه هنا، التحكم برضو في الاضاءات والتحكم في التسريبات والغاز والميه والستاير، كل ده عن طريق الموبايل، ممكن من على بعد كمان. التحف والانتيكات والاضاءات من ابتكارنا في التنفيذ مع التصميم برضو، وتجاليد الابواب من PVC والاجهزه كلها احنا اللي جبناها برضو. الديكورات اللي في السقف جبسون بورد، وتم تشطيب الالوان الموافقه للتصميم تماما. في رخام اسباني للحوائط، وتشطيب السباكه من جرو ايديال ستاندرد برضو، وتاسيس السباكه كان من اكوا سيرم والشريف، وفي صناديق دفن وفي خلطات استشعار. زي ما انتم شايفين برضو عندنا هنا حاجات جميله. انا بحاول ان انا اقول لكم الحاجات الاساسيه، انا بتهيالي كده يبقى افضل من ان انا اوجع دماغكم بالتاسيسات وصور التاسيس والكلام ده. خليكم مركزين في التحفه الفنيه دي، وانا بقول لكم برضو بعض الحاجات كده الاساسيات اللي احنا عملناها يعني. وبس كده، رايكم في الشغل الجميل ده ايه؟ واستنوا المفاجاه الجايه من ايفنت ديزاين ان شاء الله. هنعمل ريفيوهات عن كل الوحدات اللي احنا عملناها باذن الله هنبهركم في الشغل اللي جاي ان شاء الله. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك حالا واعمل لايك وسيب الكومنت بتاعك تحت عشان نشوف راي الناس عامل ازاي، وشير الفيديو لو حد عايز ياخد افكار من الشقه دي. واستنونا ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي هنزل لكم شقه جميله. اشوفكم على خير باذن الله. كان معكم باشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفنت ديزاين، في امان الله.